بسم الله الرحمن الرحيم. الأهلي يتعاقد مع أنطوني موديست المهاجم الفرنسي مهاجم بروسيا دورتموند الألماني لمدة موسمين. قبل ما نكمل الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتدعمنا بلايك. عايزين الفيديو ده يوصل ل 500 لايك. 4 3 2 1. مفاوضات الأهلي مع أنطوني موديست المهاجم الفرنسي مهاجم بروسيا دورتموند الألماني ومهاجم كولن صاحب ال 35 عام بدأت بترشيح من سيف المكاري محلل أداء النادي الأهلي لمارسيل كولر. مارسيل كولر أعجب باللاعب وإمكانية اللاعب. بدأ وكيل مارسيل كولر مدير الفني النادي الأهلي يكلم وكيل اللاعب أنطوني موديست. أنطوني موديست في الأول ما كانش يعرف النادي الأهلي ولا تاريخ النادي الأهلي ولا عظمة النادي الأهلي في الشرق الأوسط وأفريقيا وفي كأس العالم للأندية. طلب في الأول أنطوني موديست راتب سنوي 3 مليون دولار. بدأوا يقربوا وجهات النظر ويعرفوه ان التعاقد هيكون لمده موسمين وان شاء الله هيشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه وحجم وتاريخ النادي الاهلي. بدا انطوني موديست يسال عن العيشه في القاهره وبدا تقرب وجهات النظر وبدا ينزل من 3 مليون كراتب سنوي لمليون ونص. مارسيل كولر وكيله بداوا عرضوا الامر على الكابتن محمود الخطيب اللي اداهم الاوكي في خلاص خلصوا مع اللاعب. أنطوني موديست هيتعاقد مع النادي الأهلي لمدة موسمين. أنطوني موديست كان بيلعب مهاجم فينيشر عالي جدا. لعب السنة اللي فاتت كان مع بروسيا دورتموند الألماني. السنة اللي قبلها كان مع كولن أحرز 20 هدف مع كولن منهم 9 أهداف بالرأس. هيدر وفينيشر عالي جدا. هيفيد النادي الأهلي في كأس العالم للأندية وبطولات النادي الأهلي اللي جاية السوبر الأفريقي 15/9 والدوري الأفريقي ودوري أبطال أفريقيا وكأس العالم للأندية إن شاء الله. أنطوني موديست هيكون إن شاء الله بنسبة كبيرة في النادي الأهلي. هو جاي له عرض من انتراخت فرانكفورت ويقال إنه جاي له عرض من سامبدوريا الإيطالي، ولكن كل فرقة عايزة تعاقد معاه لمدة سنة، فهو بيفضل إن شاء الله عرض النادي الأهلي لأن التعاقد هيكون لموسمين. إن شاء الله ممكن النهارده السبت أو الحد بالكتير يعلنوا في النادي الأهلي التوصل لاتفاق نهائي مع أنطوني موديست المهاجم فرنسي الجنسية مهاجم بروسيا دورتموند الألماني وكولن الألماني. كل التوفيق لأنطوني موديست ولاعيبة النادي الأهلي في البطولات اللي جاية وأولهم السوبر الأفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري في السعودية في مدينة الطائف بالسعودية إن شاء الله. عاش الأهلي وعاش الجماهير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.